تصدى في اللقطه الماضيه. ادي مالك سوتشي لعب تشيك، انطلاقات من جانب ميسي، هات وخد ميسي، وادي الصراع، وادي ميسي ما زال داخل منطقه الجزاء، لكن حصار كبير داخل منطقه الجزاء، وجول ميسي الكرة تتعثر في قدمه، لكن داني ألفيش أمامنا هنا يطلق صاروخ لا يصد ولا يرد، يملك كل الحلول. البلوجرانا هنا هدف تقدم عن طريق اللاعب داني ألفيش. يا سلام على الكرة، كرة ايه؟ كرة لا تصد ولا ترد. داني ألفيش يلعبها أرضية برازيلية في منتهى القوة، ويتقدم داني ألفيش بعد مرور مع ويست هام مع كورنتشنز. وامامنا التمريرات السريعه وانطلاقه ويلم لجوه على طول. ادي انيستا ولكن متالق، والمتابعه جول، والمتابعه جول ميسي يسجل هدفه الاوروبي رقم 55 والهدف الرابع ليه في طبعا مسابقة هذا الموسم، هداف تشامبيونز ليج آخر 4 مواسم. ادي ميسي يعني تصدى الحارس لكرة انيستا، وامامنا هنا ليونيل ميسي 4 أهداف في 5 مباريات، لكن هو حقق الفوز مرة واحدة في الملاعب الروسية. وادي ميسي يخلص بقى، يخلص ميسي. ادي امامنا برشلونة رغم يعني برودة الطقس، لكن سخونة في اداء نادي برشلونة. وامامنا ليونيل ميسي صاحب الارقام القياسية يسجل الهدف رقم 80 ليه في هذا العام، وامامنا الانجاز يستمر و5 أهداف يتساوى بذلك مع موفوكاني لاعب اندرلخت ومع رونالدو نجم نادي ريال مدريد، لكل منهم 5 أهداف في صراع. ولكن شوف هنا، شوف التمريرة من بيدرو والتحرك في هذه اللقطة، ومرور سهل جدا من النجم ميسي يسجل ثنائية.